المستند اللي بعده واللي هو مهم جدا واللي هو دايما عليه نقطة الخلاف والجدال، الميثود ستيتمنت. هل الميثود ستيتمنت بيعملها المكتب الفني، ولا الميثود ستيتمنت بيعملها التنفيذ، ولا بيعملها الكواليتي كنترول؟ مش هندخل في تفاصيل كتيرة، رغم ان مثلا من وجهة نظري الشخصية ان الميثود ستيتمنت بيعملها التنفيذ او الكونستراكشن مانجر تحديدا. الكونستراكشن مانجر بيرمي الكرة في ملعب المكتب الفني، المكتب الفني يرمي الكرة في ملعب الجودة. عشان في دايما شائعة كده بتقول ان المواصفة مع الجودة. لا، هي المواصفة مش مع الجودة، هي المواصفة للجميع. ما هو مهندس التنفيذ لو ما يعرفش المواصفة فدي مشكلة، ولو مهندس المكتب الفني ما يعرفش مواصفة المشروع فدي مشكلة يعني. فلا، الموضوع ان احنا معانا النقطة دي، وهي نفس الجدال اللي بيدور حول دايرة موضوع الاعتمادات. مين اللي يعتمد المواد؟ المهندس الجودة هو اللي بيفحص المواد، ده شيء اكيد، ده دورنا الرئيسي، وده ده اكتر حاجة احنا مشهورين بيها. انما مين اللي بيعتمد المواد دي نقطه جدليه، البريكيورمنت ولا الماتيريال انجينير ولا المكتب الفني ولا الجوده؟ في ناس بتحط ادوار مشتركه، انا براجع تكنيكال وهو بيراجع ماليا. المهم آه في نقطه الميثود ستيتمنت، هي دي بقى، يعني دي هي اكبر اكذوبه حصلت في تاريخ الورقيات. عليها هاله كبيره جدا وخوف كبير جدا من الورقه دي، رغم ان هي ورقه بسيطه جدا. لعلمكم احنا بنحتاج الميثود ستيتمنت لبنود بسيطه جدا، لان كل المواد اللي احنا بنستخدمها اللي ليها مصنعين او شركات بتعملها، دي بتيجي بالميثود ستيتمنت بتاعتها. يعني احنا النهارده لو عندنا سيستم دهانات، لو فتحت ورق الاعتماد كده بكل بساطه هتلاقي الميثود ستيتمنت، لو هو جي ال سي ولا هو جوتن ولا هو سكيبا ولا ايا كان الشركه اللي انت واخد منها السيستم الدهانات اللي انت شغال بيه، بكل بساطه وانت بتفر كده في الورق بعد الداتا شيت والسيفتي داتا شيت هتلاقي الميثود ستيتمنت. هتلاقي الدهانات ليها الميثود ستيتمنت بتاعها. ايه تاني؟ اي حاجه، اي كيميكالز احنا بنستخدمها، مواد العزل، مش الممبرين، كل الكلام ده بيجي بالميثود ستيتمنت بتاعته. احنا البنود اللي حقيقي هي اللي بيحصل عليها خلاف وجدل، هي البنود اللي احنا من الاخر بنشتغلها بالمقاولين العاديين، او بنشتغلها اللي هي مثلا المباني. وبرضو الميثود ستيتمنت ما ينفعش ناخدها من مشروع للتاني. يعني انا ما ينفعش اخد الميثود ستيتمنت اللي حضرتك بتستخدمها عندك في الموقع لاعمال المباني مثلا اخدها استخدمها عندي انا في مشروع، ما ينفعش. لان الموضوع فيه اختلافات. انا مثلا هنفترض انا مثلا عندي الاكسسوارز اللي بستخدمها او السلك اللي انا بستخدمه سلك مجلفن، انت في مشروعك بتستخدم سلك فايبر، فانا لما هاخد الميثود ستيتمنت بتاعتك واحاول استعملها عندي او اقدمها للاعتماد هتترفض، لان انا مش بس انا وانت مش بنستخدم نفس الماتيريال. انا عندي مثلا بسلم القد على طوبتين، وانت عندك بتسلم القد على 4 طوبات. انا عندي بطلع بالمباني متر واحد في اليوم، انت عندك مسموح انك انت تطلع فول هايت في يوم واحد. فالميثود ستيتمنت هي بسيطه في الاساس. يعني ممكن خلي بالكم رهبه الدوكيمنت بتاعت الكواليتي كنترول ان هي بالانجلش في الحقيقه، ودي كانت مشكلتي انا كمان شخصيا، ان الرهبه الاساسيه بتاعتنا من الموضوع ده مش في المستند نفسه. المشكله بتاعتنا بتبقى في ان المستند بالانجليزي، فاحنا بنبقى مش عارفين نقراه كويس، او مش قادرين نفهم الكلام اللي وهو مكتوب بالانجلش بشكل كويس. انما مع الوقت والتكرار هتلاقي ان الكلمات كلها بسيطه جدا. ده غير ان دلوقتي بقى في مشاريع جدا، والموضوع ده بقى ترند، يعني ان الميثود ستيتمنت بتتكتب بالعربي. الميثود ستيتمنت بتتكتب بالعربي، مع ان انا يعني بكل امانه، ورغم ان انا الانجليش بتاعي مش واو خالص، يعني على قدي خالص، بس بعد ما اتعودت ان انا استعمل او اقرا الكلام ده بالانجليش بقت بتواجهني مشاكل كبيره جدا في ان انا اعرف اكتبه او حتى اقراه بالعربي. بس بيبقى فيه كده بعض المصطلحات بتبقى مضحكه بالنسبه لنا، لان احنا ما نعرفش المرادف العربي للكلمه اللي احنا بنقولها. فالميثود ستيتمنت باختصار ان احنا بنشرح فيها الطريقة اللي هننفذ بيها بناء على مواصفة المشروع، بناء على الشوب دروينج. يعني مثلا بكل بساطة هتلاقي مواصفة المشروع بتتكلم اوفر اول كده كلام عام، استخدم طوبة اجهادها كذا نوعها كذا بتشتغل بالطريقة الفلانية، بس باختصار. بروح انا ببص على الشوب درو، لقيت مثلا ان هو بيحط كانه مثلا، او بيحط سلك مش ما بين المباني كل 3 مداميج، او كل 6 مداميج حسب ما هو بيقول في اللوحه. بروح كاتب في الميثود ستيتمنت باختصار، لو احنا هنتكلم على مباني، احنا استلمنا المحاور على الارض، نظفنا الارض، ادينا اول طوبه، سوينا السطح، ادينا اول طوبه،
حطينا الكانات، بعد كده هنحط كانه كل مثلا 5 مداميج او كل 6 مداميج زي ما في اللوحه. هنا بقى بنبص على اللوحه ونبص على المواصفه، ونبدا نفند البنود اللي احنا هنشتغلها او نشرح الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. بنستلم قد، بعد كده بنستلم رفع، بنسيب مثلا خلوه صغير للكانات عشان نتاكد منها، بنتاكد من السلك. فالموضوع عباره عن سرد، بس احنا بنقسمه على نقاط بسيطه جدا. بس هو برضو من الحاجات اللي دايما نتكلم فيها ان مثلا من ضمن اجزاء الميثود ستيتمنت ان احنا ان هو بيبقى عايزك تقول له المان باور، وتقول له على التولز اللي انت هتستخدمها. الخلط ده يدوي، اللي هو الخلط ميكانيكي بتاع المونه مثلا اللي هتشتغل بيها. المان باور بتاعك قد ايه؟ هي دي بصراحه مثلا المان باور قد ايه انا ما اعرفش، ده المفروض يعني مدير التنفيذ او الكونستراكشن مانجر هو اللي بيحدد الكلام ده. ومعدل الفرد في اليوم قد ايه؟ دي حاجات كلها ما تخصش مهندسين الجوده، ومش هم اللي المفروض يفتوا في موضوع زي كده. عشان كده دايما الميثود ستيتمنت يعني عليها خلاف مين ابوها يعني. فهو في الصح او في عدله الموضوع ان كل الاطراف دي بالفعل المكتب الكونستراكشن مانجر بيعمل الميثود وبيعديها على المكتب الفني بيطابق ويعديها على الجوده. نبص على الجزء اللي يخصنا وبتعدي على السيفتي، عشان من ضمن الاجزاء بتاعه الميثود ستيتمنت ان هي بيبقى فيها تحليل المخاطر او الريسك اسسمنت بتاع المبنى. المهم ايه، دي كده الميثود ستيتمنت باختصار. طبعا التفاصيل بشكل اكبر كانت في الحلقه بتاعت الميثود ستيتمنت.